ديربي ولاد العم باختصار شديد فاز من يستحق. الإسماعيلي حقق فوز مهم وغالي جدا على حساب نادي الزمالك 2-1 في الإسماعيلية ويستفيق أخيرا. بصراحة ربنا الإسماعيلي كان هو الأقدر بالفوز والأحق، لأن كان نازل وباين جدا إن عنده الرغبة والإصرار إن هو يكسب، عكس الزمالك تماما اللي تحس إن لعيبته كانت نازلة مستسلمة تماما للماتش وعارفين إن هم هيخسروا أو هيكسبوا، مش فارق معاهم أي حاجة. الف مبروك للنادي الاسماعيلي، جمهور النادي الاسماعيلي، الفوز على نادي الزمالك وثلاث نقط مهمين في مشوار البقاء في الدوري. كنت حابب اسال بس الكابتن حمزه الجمل شويه اسئله، كنت عايز اعرف منه ايه المميز في باكين الطرف عصام صبحي وتسوقي ان هم يلعبوا اساسيين على اي لعيب تاني ممكن يلعب مكانهم. ايه اللي الكابتن حمزه شايفه ان عصام صبحي بيقدمه في الفرقه زياده، كريم عرفات ما يقدرش يعمله زياده. برضو كنت عايز اسال الكابتن حمزه ليه يعني كل ماتش بيبقى متاح ليك انك تعمل 5 تغييرات وما بتعملش تغييرات غير في الدقيقه 80 و85؟ يعني انت معاك 5 تغييرات ما عملتش منهم غير التغييرات الاضطراريه والباقي عملته في الدقيقه 80 او 85. في الاول نحب نبارك للاسماعيلي على المكسب طبعا، بس انا كراجل مشجع زملكاوي يعني الواحد حزين وزعلان وهو بيتفرج على فريق او تيم الزمالك بالمستوى ده. يعني انا كمشجع زملكاوي كنت بتفرج على تيم الزمالك من سنتين، دلوقتي حاسس ان انا بشجع فريق ملوش علاقه خالص بالزمالك خالص. من واحد كنت بشجع طارق حامد وفرجاني ساسي والونش مصطفى محمد زيزو بن شرقي، مره واحده لقيت نفسي قاعد بشجع، مع احترامي طبعا للعيبه اللي انا بقول اسمائها دي، مع احترامي بس هم مش امكانيات الزمالك. بشجع مره واحده شبانه ورؤى، ومع احترامي ليهم طبعا، وناداي والناس دي كلها مش امكانيات الزمالك، هي لعيبه كويسه وزي الفل بس ما تلعبش في الزمالك يعني. انا كراجل زملكاوي زعلان جدا على نادي الزمالك، واتمنى ان هو يعود، واتمنى ان انا اشوف كوره لنادي الزمالك من تاني، الكوره الحلوه والفن والهندسه اللي احنا كنا بنشوفه زمان. حبينا نادي الزمالك من لعبه، حبينا نادي الزمالك من بطولاته، حبينا نادي الزمالك من قلبنا، من كل يعني من كل حاجه. فاحنا حضرتك بنتمنى الصفقات دي ترجع تاني. من ساعه من بن شرقي طبعا مشى، ما شفناش صفقه سوبر زي دي تاني. طلعنا من افريقيا، طلعنا من كاس مصر، طلعنا من يعني الدوري راح، كل حاجه راحت السنه دي. بنتمنى ان الزمالك يعود تاني. الزمالك بيدفع ثمن الصفقات السيئة اللي جابها بداية الموسم الحالي. بنشوف لعيبة كتيرة جدا فاقدة لأساسيات اللعب، فاقدة لأساسيات كرة القدم. نتيجة السوء في جلب الصفقات الزمالك خرج من كل بطولات الموسم الحالي. حتى ماتش بروكسي في الكاس شفنا التباين الواضح جدا ما بين لعيبة الزمالك ولعيبة بروكسي. لعيبة بروكسي عندها هنقول بعض الشيء من أساسيات كرة القدم، كانت لعيبة عارفة تقف، عندها حماس، عايزة تعمل حاجة لنفسها. وشوفنا النهاردة الزمالك بيخسر من الإسماعيلي بطريقة عشوائية جدا، فريق يعني أقل الوصف بتاعه إن هو فريق عشوائي. كابتن مجدي، مساء الخير عليك وعلى كل جماهير الكرة المصرية. ببارك لجمهور نادي الإسماعيلي والنادي الإسماعيلي ولاعيبة النادي الإسماعيلي والجهاز الفني للنادي الإسماعيلي على مكسب النهارده، مكسب ما حصلش من 5 سنين تحديدا من 2018 إن الإسماعيلي يفوز على نادي الزمالك. مبروك 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 للنادي الاسماعيلي. النهارده طبعا شايفين نادي الزمالك ومستوى نادي الزمالك. الزمالك النهارده بيخسر باقدام لاعبيه، بيخسر باستهتار، بيخسر باداء عشوائي، مفيش روح في الملعب، اداء سيء جدا جدا جدا، مفيش ولا لعيب في الملعب في حالته. في حاجه غير طبيعيه بتحصل في نادي الزمالك من اللعيبه نفسها، ماليش دعوه بالاداره دلوقتي، انا بتكلم على لعيبه، 11 لعيب في الملعب قدام 11 لعيب مش دول خالص. اتمنى التوفيق لنادي الزمالك في الفتره اللي جايه، واتمنى يكون في تدعيم لنادي الزمالك يليق بنادي الزمالك والاهتمام باولاد نادي الزمالك زي سيف جعفر، زي اسامه نبيه، يوسف اسامه نبيه. اتمنى التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه. طبعا ببارك لجمهور الاسماعيليه على المكسب اللي هم عملوه النهارده على نادي الزمالك. يستحقوا ماتش، لعبوا برجوله، لعبوا ماتش 100 بصراحة، رجعونا الإسماعيلية بتاع زمان. فعلا الماتش ده فكرني بإسماعيلية اللي كانت قاعدة برازيل مصر، اللي هو ماتش جميل. أحييهم وأهنيهم ويا رب يفضلوا على نفس المستوى الجميل ده عشان نشوف الإسماعيلية ترجع زي زمان في الدوري المصري المحترم. وإن شاء الله بالتوفيق في الفترة الجاية إن شاء الله لفريق الإسماعيلية.